في أمريكا تغيير الكاوتش ده بيكلف أكتر من تمن عربية فخمة. تخيل كده العجلة الواحدة وزنها قريب من 4 طن وطولها أكتر من 4 متر، زي ما تكون بتحط جزمة حديد على رجل تيركس. دي واحدة من أكبر الكاوتشات اللي اتعملت للمعدات الصناعية، وسعر الواحدة بس أكتر من 20,000 دولار. طب إزاي أصلا بيتغير الكاوتش اللي بالحجم الكبير ده؟ أول حاجة انسى الورشة، الكاوتش ده بيطلب مخصوص من المصنع، المهندسين لازم يطبقوه على نفس موديل العربية أو الشاحنة بدقة. عشان تنقله بتحتاج مقطورة خاصة هيكلها مجوف من النص عشان الكاوتش ما يتدحرجش وينطلق في الطريق، ولما يوصل للموقع الشو بيبدأ بجد. عمال بيرفعوا عربية وزنها 100,000 باوند، حوالي 15 سنتي بس، باستخدام رافعات هيدروليك. بعد كده بيشفطوا الهواء من جوه الكاوتش بالكامل، وبمطرقة هوائية بيفكوا الجنط الحديد. الكاوتش القديم بيتشال برافعة، والجديد بيتنضف ويتلمع ويتقاس ويتنفخ ويتثبت مكانه. وكل خطوة لازم تتعمل بحرفنة وبدون غلطة، لأن أي خطأ ممكن يكلف كتير. الموضوع مش مجرد تغيير كاوتش، ده استعراض ميكانيكي على مستوى صناعي. كل ضربة مطرقة، كل رفعة كأنك بتصارع عملاق حديد. وأخيرا عايزك تتابعني عشان تشوف أغرب وأخطر الإنجازات الهندسية في العالم. لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير. شكرا.